ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي. نجح ليفربول في الفوز ضد أرسنال بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء هدف ليفربول الوحيد في المباراة عن طريق لاعب خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83 الذي سدد ركلة حرة مذهلة في شباك أرسنال. وكانت المباراة قد شهدت مشاركة النجم المصري محمد صلاح حتى نهاية الدقيقة 90، ولكن لم يحالفه الحظ في التسجيل أو الصناعة في شباك ديفيد رايا حارس أرسنال. ويملك محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن هدفا واحدا سجله في شباك بورموس في الجولة الأولى خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدفين. وعبر منصة إكس جاءت ردود فعل جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح في مباراة اليوم ضد وصيف الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي كالتالي: ليس يوم محمد صلاح. صلاح متعب، مستوياته حتى الآن قد تكون مخيبة للآمال هذا الموسم، لكننا نحتاج إلى لحظاته. لم يكن أداؤه سيئا في لمساته الأولى فقط، إنه يحتاج للتحسن. كل لمسة وقرار محمد صلاح صادمة. أبو تريكة ينتقد أداء محمد صلاح أمام أرسنال: فعل شيئا لم نعتاد عليه وتحية لسلوت بسببه. يرى النجم المصري محمد أبو تريكة أن مواطنه محمد صلاح جناح ليفربول قدم أقل مستوى له هذا الموسم أمام أرسنال، واستقبل ليفربول نظير أرسنال على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وشارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول وخاض المباراة كاملة، وقد تعرض أرسنال للهزيمة بهدف دون مقابل سجله دومينيك سوبوسلاي. وقال أبو تريكة خلال الحديث في الاستوديو التحليلي للمباراة: محمد صلاح قدم أقل أداء له في الموسم اليوم أمام أرسنال. وأضاف: عادة صلاح يكون في حالته الطبيعية خلال المباريات الكبيرة، وفي الشوط الأول كان أفضل. اليوم كان مترددا في منطقة الجزاء، وهذا أمر لم نتعود عليه منه. صلاح يبدو كأنه لا يعلم ماذا يفعل داخل منطقة الجزاء. وأشار بشأن لفوز ليفربول: هذه نقطة تحسب للمدرب أرن سلوت وللفريق، لأن النجم الأول لليفربول محمد صلاح الذي كان يحسم المباريات الكبيرة ليس في حالته، ومع ذلك فاز ليفربول، وهذا أمر كنت أنتقد فيه سلوت في وقت سابق.